بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فموعدنا اليوم مع مجلس آخر جديد من المجالس الحديثية في الأزهر الشريف المعمور وملحقاته التعليمية، ونحن هاهنا في مكان كريم مبارك ماش وماض على قدم الأزهر الشريف ونسقه واتساقه في إقامة المجالس العلمية لطلبة العلم بحضور أكابر العلماء من علمائنا في الأزهر الشريف. ويعقد في هذا المكان في مضيفة سيدي الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمة الله عليه ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، مجلس حديثي لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، يقرأ فيه الأربعين العجلونية للإمام العجلوني رحمه الله تعالى. وقبل أن نستفتح المجلس الحديثي نستفتح بآيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إيهاب، فليتفضل مشكورا ومن الله تعالى مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة